انا عايز كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي اللي انتوا شايفينه دوت خلطة بشاميل ولا شوربة سفود، عشان انا اكلت خلطة بشاميل لما تريت من محل كبير كمان، فلازم تتفرجوا بقى على الفيديو دوت. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابب اشير بقى لنقطتين: ان المكان كان نضيف جدا جدا في الصاله من فوق، ومن تحت بصراحه كان فيه تراب كتير جدا، يمكن عشان كانوا قربوا يقفلوا، فانا كنت جاي في الاخر خالص. وقبل ما ابدا الريفيو حابب اقول لكم حاجه واحده: ان انا من مصلحتي ان انا اخش المكان واقول ان المكان جميل والاكل حلو وتحفه، عشان هتبقى فرصتي بعد كده حلوه ان الناس دي تجيبني واعمل لها اعلان. بس احنا بنحب نقول كل حاجه بما يرضي الله بصراحه، ودي الريفيوهات بتاعتنا اللي الناس متعوده عليها، عشان كده قدرنا نوصل في فتره قصيره جدا لقلوب الناس. اللهم لك الحمد يا رب. ونخش على الريفيو بتاعنا. وقبل ما اخش على الريفيو حابب اوريكم الصوره دي كده من محل صغير بيقدم سفود. زي ما انتم شايفين كده التقل بتاعي شوربه السفود، فبصراحه هي كان طعمها شغال، بس كانت مليانه بقى اللي هي الستيك اللي هي الكابوريا ديت اللي هي المجمده، كانت فيها كام قطعه جمبري كده وحته السمك الفيليه، فهي بصراحه سعرها 100 جنيه. ما كانتش عجباني قوي بصراحه، لان هي الشوربه